السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة المرأة. كنتمناكم تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم نعمل لكم فيديو مختلف شوية، نعدلوا فيه الزيتون، نوريكم طريقة مختلفة، كل واحد والطريقة ديالو. حتى أنا ما كنتش كنعرف، أنا عكوزتي اللي علمتني، نعلموها الناس ديال الجبل، وما ناس الجبل كيتقنوه. وطبعا هانتوما كتعرفوا ما كاينش شي بيت مغربي ولا حتى عربي ما فيهش الزيتون، لان المنافع ديالو والفوائد ديالو كبيره ومذكور في القران بزاف الصور، منهم التين والزيتون، وبزاف ديال الصور مذكور فيهم الزيتون، لان المنافع ديالو كبيره. والزيت ديالو نتوما كتعرفوا المنافع ديالها، الاطباء كيقول اللي ما كيقدرش يشرب يدهن في الجسم ديالو، قوه المنافع اللي فيها. الزيتون فعاود اللي غادي نشريوه ما كنعرفوش شنو باش معدل والنقاوه ديالو، ولا فيه المواد حافظه ولا ما فيه شي، نعدلوه بيدنا، نحاولوا نتعلموا ونعدلوه بيدنا. انا نعمل هذا الفيديو للمبتدئات، يعني بسيط شويه، هو فيه كيدي الوقت، يعني ملي كتعدلو كيدوز من بزاف ديال المراحل، ولكن الزيتون كامل كيدوز من بزاف المراحل. انا نعمل لكم دابا المرحله الاولى كيفاش تبداو تعدلوه. انا كنعدلو هنايا بالشريطه ديالي، هانتوما كتشوفوا كتعاونني شويش خضيره وفي الهواء الطلق، وكنخضر عيني شويش، كتحس بالراحه بحال اللي كتعاونك شي شويش. هو هذا الزيتون. دابا حنا غادي نوريكم الطريقه، ويلا مع بعضياتنا نعملوا طريقه الزيتون كيفاش نعدلوه. دابا غادي ندوزو للطريقه. اول حاجه خصكم الوانطيس، نفس الشيء ملي كنقولوا الوانطيس، لان ماشي كنوصيكم باش تهلاو في يدكم فراسكم تمشيو تقيسوا الزيتون، كيصبغ اليدين كيصبغ الضفرين. واللي مثلا ما جبراتهمشي او لما توفروش عندها في المنزل وما عملتش الوانطيس، ترجع لديك الوصفه الاولانيه اللي عملت ديال اليدين، راه هذيك كتسلق اليدين من جميع الاوساخ والصبيغ. غادي نحتاجو ملحه، ولا بد هي اللي كتصبروا وكتعدلوا. وغادي نحتاجو هاد الكسك بحال هيدا اللي عنده هاد القاع غليظ شي شويش. لما توفرش عندكم شوفوا واحد يكون عنده القاع غليظ، انا ما كيعجبنيش ندق بالحجر، يقدر يكون فيهم الرمل ولا شي حاجه، اللهم الكاس نقي. وكنبداو بحال هيدا، هيدا بتدوقشي عليه بزاف باش ما يخرجش العظم، باش ما نجمعوا في هاد اللي دقنا كنعملو هنايا باش نعملو الملح. هو فيه ثمره شويش، ولكن ولا بد. انا دابا هذا غادي نعمل له هيدا، ولكن كان هذا ما كيخليش العام كامل، كنزيد واحد اخر كنعمل له الملحه هيدا بالقوق، كيبقى لي فوقاش ما بغيت نغسلو. لا بغيت حتى مثلا في نص العام كنولي نغسلو ونولي عاد نثقلو ونشمشو عاوتاني بحال اللي عاد عملتيه جديد. ملي كنوصلوا لهاد العدد كنعملوا له الملحه بحال هيدا، نخلطو بحال هاد الطريقه باش كيدخل فيه الملحه كامل. كنخويه هنا توفرت لي شي ميكا بيضه، ولكن حتى هذه مزيانه. دابا كنوليو عاود نعاد مره اخرى باش نعاودو تنكملو، كنمشيو بهاد الطريقه حتى كنكملو كامل. اللي جبرتوها مثلا بحال هيدا، يعني هادي ما تدقوش عليها،
دقيلة اللي قاصح، هذيك كتكون بحال اللي شيخة طيبة، هما ندوقو عليها. انت ماشي كتدوق عليها الفطور في العشية، تكون واحد نسيتي الله يذكرو بخير، هو المحامي ديال الطابلة. الا ما نزلناش ما يمكنش يكون في الفطور بعدا وفي الميريندا ولا بد. دابا حنا وجدنا السكر الثانيه، غادا نعمل الملحه. هذا الفلفل الملحه لانه ماشي هي اللي كتعدلو، اللي كتزود من الماء ديالو. كنشوفو كنزيد نعاود نشوفو الطريقه مزيان. بحال هاد الشكل هذا غادي نستمروا هيدا تنساليو هاد الكميه كامله ونرجعوا معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. واحد اليوم نقدر واخا اللي كتبقى لنا هي سالينا دابا غادي نجمعوه كامل ونضيوه ونزلوه فواحد فوق شي صندوقه ولا هادي، وغنكتبوا له يعني يخرج ديك المرجان ديالو، وغنتسناو عليه واحد 20 يوم. المهم انا غنوريكم اللي غادي ننزلو. هذه هي الطريقه ديال العروس الفوق، تسيب الكرافطه وهادي نكون وزانين عند الطريقه ديالهم بوحديتها، كيحلوه بالماء، كيبقاو كل نهار يبدلوا الماء حتى كيحلالو، ان كل واحد بالطريقه ديالو. كاين هاد الطريقه مزيانه وماشي متعبه، خصوصا المبتدئات عاد تجيهم مزيانه. هو ماشي سهل، ولكن حتى حاجه ما هي سهله، اي حاجه راه هي صعيبه. دابا كنجيبو بحال هاد الطريقه هادي، كنجيبوه لهنايا كنغطيوه بميكروب اخرى، ما يكونش باش ما يقيسو لا الشتا لا والو، خصو يقيسو الشتا باش ما يغمرش. كنتقلوا عليه بشي حاجه. انا كنشوف ديك القباب ديال الصبيغه كنغسلو مزيان، كنعمرو بالماء وكنتقل عليه. كاين اللي كيعمل الحجر، ولكن انا كيجيني الحجر ماشي نقي، التراب ما نعرف. تقدر تلويها بشي ميكا، يقدر تجي تتقل عليه بالحجر. الحق انا هذه الطريقه ديالي اللي كنعمل. هذه عندي 20 كيلو، هزيت لي 3 باكيات ديال الملحه، وكاين اللي كيعمل الملحه الاخرى ولكن هذيك ماشي صحيه. انا كنعمل الملحه هذه. غادي نخليوه دابا هنايا 10 ايام، وغادي نولي معكم نعمل واحد الجزء الثاني باش نوريكم المرحله الثانيه كيفاش كتكون. بالحق تقدر يعمل 5 ايام طلعوا عليه باش تشوفوا الا كان زعما تجمع الملحه ما بقاتش فيه وهبطت نزاح، تقدر تغسلوا على 7 ايام ولا 8 ايام. والا جبرتوا الملحه باقا فيه خليوه 10 ايام عاد غسلوه. وديك الساعه انا غنوريكم الطريقه قبل ما تفوت هاد 10 ايام. غنعمل لكم انا الجزء الثاني كيفاش تعدلوه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنجيو لهنايا الجناب كنعملوا فتحات باش كيهبط ديك المرجان، باش ما يبقاش حيت هذا ضروري المرجان خصو يهبط. عين واحد الجم هو كامل عاد يجي لهنا ويهود. واللي مثلا ما بغاش الجليج ديالو يتصبغ ولا شي حاجه كيعرض شي حاجه يعمر فيها ديك المرجان، لانه هو كيصبغ الجليج. وبهكذا غادي نكون وصلنا لنهايه الحلقه، حتى الجزء الثاني ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش تكون عندكم معلومه كامله. ودابا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.